اللي وجود المرجعية السنية لسنوات طويلة هل حمت المجتمع اللبناني؟ هل كان تخاذل أو ضعف؟ ما بدنا نحتفل بشيء كنا قادرين نحن نحله بأيامنا. الهبل اللي كنا عايشينه على مدى عقود من عمرنا، وأنا واحد من الناس اللي كنت بفكر أنه ما في غير قتال وما في غير الكلاشينكوف وما في غير لحتى بلشنا نستوعب الأمور أنه في شيء تاني. النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور مصطفى علوش، أهلا بك في هذه الحلقة من برنامج عباءة السلطة. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك وشكرا للاستضافة. شكرا لك دكتور. أخيرا أقر قانون العفو العام بعد كل هذه السجالات والخلافات والسنوات الضائعة. إذا أردنا اليوم أن نضع عنوانا لهذا القانون ماذا نسميه؟ هل انتصر المظلومون أو انتصرت التسويات السياسية برأيك؟ لا، بطبيعة الحال انتصروا التسويات السياسية. لكن أول شيء بدك تطلع على العمر الضائع من عشرات أو ربما مئات الناس اللي دخلت السجن بدون أي ذنب أو بذنوب قد يعني فترة حبسها تخطت عشرات المرات وربما أكثر فترة الحبس. وأيضا عدم المساواة بين الناس، بالإضافة إلى أنه أخذ الأمور بالجملة حرم البريء من براءته، لأنه بيطلع مجرم ولكن معفي عنه، يعني في عفو عنه. حرم اللي بده يطالب بحقوقه من الدولة أنه يطالب بحقوقه، لأنه عمليا لما أنت بتحرم إنسان 10 سنوات من حياته في لك حق عليه. وساوى بين كل أنواع الارتكابات. فعمليا يعني الحجج حتى اللي استعملت هي حجج غريبة. اقتزاز السجون، يعني اقتزاز السجون. انت بدك تقتص السجون او اوضاع انسانية، ساعتها لازم تحسن الاوضاع الانسانية للسجون. يعني برأيك دكتور عفوا، العهد الحالي او الحكومة الحالية هي عالجت اقتزاز السجون او العجز القضائي الموجود داخل الدولة؟ لا، حقيقة لا عالجت لا العجز القضائي ولا اقتزاز السجون، لأنه حسب ما فهمت امبارح كان أحد النواب عم يقول أنه في 79 معتقل سيخرج دغري، والسنة الجاية في شيء 16 أو 17 واحد. نحن عم نحكي عن 4000 سجين أو أكثر، وعم يعيشوا بظروف صعبة كتير. ربما الشيء الوحيد اللي ممكن يعالج اقتزاز السجون هو أنه ثلث أو تقريبا 35 أو 40% من المسجونين هن من التبعية السورية. فساعتها العلاج الأساسي أنك تحولهم على القضاء السوري وهن يقوموا بواجباتهم، يطلعون أو ما بيطلعون، هذا أمر آخر. فإذا نحن فتنا بالبازار الأسوأ، هو أنه فاتت قصة جماعة المخدرات والقتل والجرائم مع بعضها. بدي أضيف عليهم أنه المبعدين إلى إسرائيل اللي فشلت الدولة بحمايتهم بوقت من الأوقات، وأصبحوا خايفين على حياتهم أو على بهدلتهم أو من الاعتقال من قبل جماعة حزب الله، ترجع بتحطهم كمان بالقضية ذاتها. لهيك إشكال العفو العام أو أي عفو عام هو أنه بيساوي الناس كلها مع بعضها وما بيعوض لحدا السنين اللي راحت من حياته. برأيك دكتور، لماذا احتاج لبنان إلى كل هذه السنوات حتى نصل إلى عفو؟ هل كانت المشكلة في القضاء أم في الطبقة السياسية أم في غياب أي قرار سياسي سابقا؟ كله على بعضه. كلهم مع بعضهم. كله على بعضهم. يعني لمن نواجه القرار السياسي تسوت مسائل لها علاقة بالقضاء، تسوت المسائل لها علاقة بالتسويات. لهيك عمليا برجع بأكد أنه مسألة العفو العام اللي بتعبر عن عجز الدولة. أنا بفهم عفو عام وقت اللي بيكون في عندك حرب
وعندك ارتكابات مختلفة وفي مسامحة ومصالحة وإلى ما هنالك، لكن ما فيك تشيل، لكن دائما بحالات الحرب من النوع هذا ما فيك تشيل حالات الجرائم الحرب، جرائم الموصوفة بالحرب، الجرائم ضد الإنسانية. فعمليا نحن بالتأكيد بالعفو اللي صدر بعد اتفاق الطائف في ناس قايمين بجرائم ضد الإنسانية وتم العفو عنهم وخرجوا وبقيوا، والأسوأ من هيك كوفئوا أنه صاروا بمواقع الحكم أيضا، وأدخلوا الفساد الإجرامي تبعهم على الفساد بالحكم، وتحول هذا الفساد إلى مصيبة داخل الدولة اللبنانية لا نزال نعيشها حتى هذه اللحظة. الشيء الإضافي اللي هو خاصة اللي متعلق بالشيخ أحمد الأسير، أنا ضد أنه تنحصر القصة كانت بقصة خروج أحمد الأسير ولا عدم خروجه، وأنه نترك الناس الباقيين. وجيد اللي قاله الشيخ أحمد الأسير أنه أنا ما بدي وقف بطريق الإخوان اللي بدهم يطلعوا، ولكن نحن بكل موضوعية أي عدالة لا تساوي بين جميع الناس هي عدالة غير موجودة، مش منقوصة، غير موجودة. قارن لي ما فعله الشيخ أحمد الأسير بما يفعله حتى الآن الشيخ نعيم عاصم، أو قبله حسن نصر الله، أو قبله أو كانوا يدعون المقاومة. خلينا نرجع، وهذا كان عم يقول أن أنا عم قاوم. وإذا بدك تقول حتى المقاومة اللبنانية اللي كانت عم تعاون مع العدو الإسرائيلي أيضا هي مقاومة. مسألة المقاومة لا تحمي هؤلاء من الجرائم الموصوفة اللي قاموا فيها، أولا بالاغتيالات السياسية، ثانيا بالاجتياحات، ثالثا بالمشاركة بقتل الشعب السوري، رابعا بإدخال البلد بمتاهات دمار وموت. فلهيك إذا بدنا نقارن جريمة أحمد الأسير بجريمة نعيم عاصم كرمز كحالة، يعني مش أنه أنا عم باخده كمثل، لكن هناك المئات وربما الآلاف مثله، منلاقي أنه نعيم عاصم لازم يتحاكم 10 مرات أو 100 مرة أو 10,000 مرة بالمقارنة مع الشيخ أحمد الأسير. فعمليا كل هالإشكالات هيدا عم نحطها مع بعضها لنقول أنه أنا بشكل شخصي بعتبر أنه هذا القانون لم يعالج الإشكال البرلماني اللي انطرح بسببه اللي هو اقتزاز السجون، ولم ينصف الناس اللي عانت لأنه عمليا ما تعوض لها بشيء، ولا عمليا قدر يحقق أي عدالة من أي نوع. طيب، وحتى كمان أيضا في المبعدين إلى إسرائيل، يعني هن جيش لحد، حيعودوا إلى لبنان دون أي بنود، دون أي قيود، ولكن بعض الإسلاميين والموجودين داخل السجون اللبنانية اللي هن أصلا المفروض يكون الأولوية أيضا شفنا أنه عليهم قيود. لك أول شيء طبعا هذه المسائل المفروض أنها تعالج على المستوى القضائي بالتأكيد وعلى المستوى البرلماني، لكن معظم اللي عم تحكي عنهم منهم جيش لحد هن أهالي، هن أهالي، يعني هوليك جماعة جيش لحد ما حدا منهم رح يجي أكتريتهم، ولكن حيعودوا مع جنسيتهم الإسرائيلية إلى لبنان. هو اللي ما معهم جنسيات إسرائيلية، هو اللي عم تحكي عنهم ما معهم جنسيات إسرائيلية، يعني عودتهم على لبنان حتى على لا تسقط الجنسية الإسرائيلية بشكل كامل، لكن هو اللي عم يطالبوا بالعودة اللي معهم جنسيات إسرائيلية ما رح يرجعوا. ليش تيرجعوا؟ بدي أسأل ليش تيرجعوا؟ ما في شيء يرجعوا كرماله، صحيح؟ ما في شيء طالما أنت ببلد الناتج القومي تبعه هو 430 بين 430 و 450 مليار دولار، والقضايا الأساسية تبعتك الطبابة والتعليم وإلى ما هنالك كلها سوا بتتأمن لك، بدك ترجع على محل أنت مضطهد فيه، رح تكون بطبيعة الحال رح تكون مضطهد، لأنه عمليا الصفة رح تلازمك وين ما رحت. لهيك أنا ما بدي أقعد أحكي، ولكن الكارثة الكبرى هي تطييف القضايا، المهرب شيعي، المبعد مسيحي، واللي فات على السجن لأسباب العلاقة بالقضايا مخابراتية وإرهابية هو سني. حبيبي هو القضايا وطنية إنسانية وحقوقية. إذا
أنا بدي أسمى بهالشكل هذا. ما أنا رجعنا المرض ذاته عم نقع فيه مرارا وتكرارا. الوحيدين اللي قطفوها بشكل ذكي هي القوات اللبنانية، أنه اعتبروا حالهم هن أبطال إقرار القانون من أجل السنة. برأيك هن غير هيك؟ لا مش يعني أنا ما عم أقول إنه غير هيك ولا ما غير هيك. برافو عليهم، قدروا يطلعوا أو على الأقل يظهروا إنه هن متضامنين، ولكن عمليا برجع بأكد مش صحيح أنه أنا بدي استشير 27 نائب سني بهالموضوع هيدا، إذا ما قبلوا معناتها ما بيمشي الحال. القضية منها هون. والأسوأ كمان بدي أضيف عليهم كل هالقصة هيدي هالمسرحية تبعت الانفحاط بالدفاع عن شهداء الجيش، اللي كل واحد صار عم يزايد على الثاني فيها. حزب الله بينسحب من الجلسة لأنه وزير الدفاع ما طلع حكي. ماشي، ما أنت حزب الله قوم بواجباتك تجاه الجيش، سلم سلاحك للجيش، عود على سامر حنا، عود على الضباط اللي تسببت بقتلهم، وما في داعي لهالنفاق هيدا. جماعة التيار الوطني الحر، ما أنت على وقتك على وقت حكمكم كانت الجرائم ترتكب بشكل يومي بتحدي السلطة وتحدي الجيش وعدم الاكتراث فيه. ما بعرف ليش هيك المسرحية تبع وزير الدفاع أنها ضرورية، ولا حتى مقبول أنه قائد الجيش مع مجموعة ضباط تطلع تسعى خاطره كمؤسسة عسكرية. صحيح. طيب اليوم برأيك هذا الأمر كليته هو يتعلق بغياب المرجعية السنية الأساسية؟ لا لا لا, لا. ما حدا يقول لي مرجعية ولا ما في مرجعية، ما في داعي لمرجعية. ما لا في تشرذم بس في قانون في قانون في دولة، هذا اللي لازم نرجع له. اللي وجود المرجعية السنية لسنوات طويلة الحمت المجتمع اللبناني. هذا اللي بدنا نحكي فيه. ما بعرف يلي هو مثلا الرئيس سعد الحريري شفناه هلا بارك اقرار القانون ونشر تغريدات. ليش ما صارت ايامه؟ بالضبط، هذا السؤال اللي بدنا مع انه بوقت كان، هل كان تخاذل او ضعف؟ انا ما رح دور لا على الاسباب ولا شيء. كنت بالحكم ولم تقر، هلا لا عم تحتفل. بالضبط، لا عم تحتفل، هذا هو السؤال. كنت عاجز، اعلن عجزك واستقيل اذا كنت انت مقتنع بان قضيه عادله. في تفاصيل كثيره، انا كوني كنت بالداخل في بعض المجالس ما لازم نحكي فيها، ولكن انا بدي اعطي مثال ثاني عن قصه المرفأ. كان نحن مجموعه من المستشارين لرئيس الحكومه وبعض النواب ايضا، كنا عم نطالب برفع الغطاء عن كل اللي مشاركين او المتهمين او اللي لازم استجوابهم بقصة المرفأ. تم التحجج بقصة انه القانون اللي له علاقة بالنيابات والحصانة والى ما هنالك. حبيبي انا بالنسبة لي هيك جريمة ما فيها توقف عليها حصانات بهالحالة. على كل الأحوال لنطلع من القضية، ما بحق له اللي لم يقم بواجباته وقت اللي كان بموقع الحكم ومدوب حكمه، لأنه كان في وحدة حال بينه وبين الحكم بهيداك الوقت مع ميشيل عون وتكتل نيابي كبير. وهيدا جبران باسيل كان صديقه وحبيب قلبه، ما حدا يحكي عنه، وانتخبوا جبران باسيل صديق. كل التفاصيل هيدي ما بحق لك، أفضل أنك ما في داعي أنك تزايد بهالقصة هيدي ولا رح يكسبك شيء. هل اعتبروا انتصار سياسي لإله برأيك؟ أنا ما بعرف شو اللي اعتبروا ولا ما اعتبروا، ولكن أنا بعتبر أنه من لم يكن له دور بهالموضوع هذا أفضل أنه يبارك ويقول مبروك، ولكن ما في داعي المبالغة. ما في داعي للمبالغة. طيب، مع أنه في طرف آخر اليوم، في رأي آخر بيعتبر أنه غياب الرئيس سعد الحريري عن المشهد السياسي هو يلي سهل بعض هذه الملفات ومنها إقرار القانون العفو العام، لأنه المعالجة صارت لم تعد مرتبطة يعني اليوم بالزعامة السنية وبالمشهد السني على الساحة السياسية.
هل توافق؟ أنا بعتقد المتغيرات الكبرى اللي حصلت بالمنطقة، سقوط النظام السوري، سقوط حزب الله، الحرب عسكريا القائمة. فقط. عم بحكي سقوط حزب الله، لا لأنه بعضه موجود بالدولة. سقوط الأخلاقي كمان يعني تبعه كلياته سوا، الهيمنة، الإرهاب تبعه، قدراته إلى آخره، كلها هيدي ساهمت بتغيير المسار. بالتأكيد في معادلة تغيرت وقدرنا نوصل لها القصة هيدي، مع أنه الملف يعني ما كان صعب. اللي عم نحكي عن 79 إنسان بدهم يطلعوا هلا، هول بالتأكيد ما عليهم شيء، على الأرجح ما عليهم شيء. في افتراء منهم بلا محاكمات أيضا. عمل لك أوكي، أنت بعتهم قول إنه هول ال 70-80 واحد بدي حاكمهم هلا، كانوا طلعوا يمكن من 10 سنين ومن 5 سنين ومن 7 سنين. هذا كان المطلوب. لهيك القضية هي حقيقة في قول منسوب لدانتي طبعا هو ما الهيئة ما قالوا، ولكن في نوع من التأويل بيقول أسوأ مراتب الجحيم مرصودة لمن يأخذون موقف الحياد في المسائل ذات الطابع الأخلاقي. يعني أنت مشارك بالجريمة وقت اللي بيكون ساكت عن الغلط. تماما. في مشاركة، في كان غلط وكان في قدرات لتحل حتى بشكل بتجزئتها للأمور. يعني مرة كنا عم نحكي مع رئيس الحكومة الحالي عن مسألة الموقوفين السوريين والمحكومين اللي موجودين بلبنان، فأنه ملف كبير ويطلعوا ربع أو ثلث أو الموجودين بالسجون. فكان رأيي أنه جزء الملف بطبيعة الجرم وطبيعة الحكم وطبيعة هذا محاكم ولا ممنوع حاكم، بس تجزئه ساعتها قادر تحل المسألة بشكل أسرع، لأنه فيك تفرج يمكن عن 20%، 30%، 50%، بيشيل حمل 50% منك. وهيدي فكرة منها فكرة انه عبقرية. ديكارت من 400 سنة طلع بفكرة انه بدك تحل مسألة، حل عقدة. فأنت ما انحلت هذه العقد، كانت موجودة قدامكم وكنتوا عم تأجلوها، معناتها أصحاب الحكم على مدى، وما بدي سمي شخص بالذات، بس لأنه هلأ انذكرت القصة، ما بدنا نحتفل بشيء كنا قادرين نحن نحله بأيامنا. طيب اليوم انتهى، يفترض أنه انتهى ملف العفو العام بالحالة اللي هو فيها، ولكن بعض البرلمان عالق أمام ملف أكبر وأخطر يلي هو السلاح. اتفاق الإطار يتحدث عن انتقال مسؤولية إلى الجيش وعن حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاحات الجماعات غير المسلحة غير التابعة للدولة عفوا. هل أصبح حصر السلاح برأيك بيد الدولة التزاما لبنانيا لا تستطيع الدولة التراجع عنه؟ لك هو منه التزام، هو مكون أساسي لوجود الدولة بدون يعني شرط أساسي. أصلا القيام المجتمعات، أي مجتمع قام على شيء واحد: حصر استعمال القوة المسلحة أو غير المسلحة، القوة القاهرة بيد شخصية هي الدولة، هي الزعيم، هي القائد، هي الملك. فأنت بتبلش من هون، لا وجود لأي اجتماع من قبيلة لمدينة لدولة لإمبراطورية إلا بهالطريقة هيدي. فأنت هذا واجب الدولة، مش إنه والله مش واجبة، سبب وجودها. لهيك بغض النظر إنه التزام، ما نقصة التزام، إذا ما قدرت تعمل هالشيء هذا لا يوجد دولة. يعني برأيك اليوم الدولة اللبنانية قادرة تقول لحزب الله سلم سلاحك؟ لا أكيد قادرة تقوله، بس ما قادرة تفرضه. خلا من الناحية العملية، تراكم فقدان سلطة الدولة بلش سنة 69 برضا الدولة باتفاقية القاهرة وبالتسويات اللي حصلت. أنت عم تحكي عن تراكم بكل موضوعية، بقول ساهم فيه العالم العربي، ساهم فيه القيادات العربية بكل مختلف أشكالها والجامعة العربية، لأنه حقيقة ما وقفت ومدت إيدها للبنان ومنعت عنه هذا الضرر. كانت كلها تصور بدها ترحل المشكلة عنا، بدها تشيل قضية فلسطين عن ظهرها. صح. فإنه يروحوا يحلوا عنا
بين مصر وبين سوريا وبين العراق وبين السعودية وبين ليبيا وبين كلياتهم سوا انه خليهم هون يقتلوا ببعضهم بهالحالة هيدي. فهي المشكلة يعني عم تحكي سنة 69، يعني عم نحكي عن تقريبا حوالي 57 سنة من الخطأ. بتيجي انت تراكم هذه الامور وصلنا لهالحالة هيدي. ماشي الحال. في واقع انه نعم الجيش اللبناني غير قادر، وان كان قادر الثمن اللي بده يدفعه سيكون صح باهظ. فالدولة اللبنانية هلا يعني عم تحاول تعالج الامور انه لا يفنى الغنم ولا يموت الديب. تسويات. كيف تسويات؟ عارفة انه حزب الله ما رح يسلم سلاحه، حزب الله لن يسلم سلاحه الا بامر الولي الفقيه. ما حدا يبحث بالموضوع، او ان يهزم الولي الفقيه. وكيف يعني سيكون رد واشنطن بهذا الامر؟ ما بعرف لحد هلا. انا بالنسبه لي لولا الضربات على ايران هذا الموضوع ما كان مطروح بالكامل. وعمليا بعد الحرب قائمه وما بنعرف امتى نهايتها، وبظن انه ترك ايران للسيطره على مضيق هرمز هذا جريمه كبرى بحق العالم كلياته سوا. وبوقت من الاوقات رح تلاقي انه مجموعه كبرى من الدول رح ترجع تتكاتف مشان حل هذه المساله. بس ولايه الفقيه رابطه وجودها وسيادتها وقدراتها بالسيطرة على المضيق هلأ بهالمرحلة هيدي وبالمشروع النووي اثنين سوا. فلهيك الأمور استعجالها حتى الولايات المتحدة الأمريكية هلأ اللي هي مصرة على سحب سلاح حزب الله، مثل ما نواف سلام مصر على سحب سلاح حزب الله، مثل ما رئيس الجمهورية مصر. بلشوا يفهموا أنه حدود هالقصة هيدي وأنه هالقضية لن تحل إلا ما يكون في حل جذري لمشروع ولاية الفقيه. طيب دكتور بدي أسألك شيء اليوم يطرح كتير. نعيم قاسم، الشيخ نعيم قاسم اللي هو أمين العام لحزب الله، هل تعجز إسرائيل عن قصفه أم لا تريد؟ ما بعرف يعني بصراحة ما عندي فكرة. برأيك يعني كمراقب للوضع؟ ليك بعض الشخصيات بتذكر بسنة 86 أو 87 بعد مني أكيد بالضبط إمتى، لا مش يمكن بعدها بفترة، بعد هلا في معركة حصلت أو كمين وقعوا فيه الإسرائيليين وحصل حزب الله على مجموعة أجزاء بشرية. أجزاء بشرية واحتفظ فيها ورجع بعدين بادلها بالأسرى بمرحلة تانية. في صحفي مش أكيد إذا بهارتس ولا بجيروزالم بوست لأنه وقتها قريتها وكانت كتير مؤثرة، بيقول لو لم يكن هناك حسن نصر الله كان عليها أن نخترع حسن نصر الله. لأنه صورة وأنا كتبت مقالة وقتها بسنة 2006 عم بنتقد هيدي المبادلة اللي حصلت، لأنه أظهرت أنه جماعة العرب أو المسلمين هن جزارين بيتاجروا بالأعضاء وبالإيدان وبالإجرين. فالصحفي الإسرائيلي بيقول هيدي الصورة اللي حابين أن تكون على الزعماء العرب وعلى الزعماء المسلمين المقايضة. هلأ ما بعرف إذا نعيم قاسم مفيد لإسرائيل ولا لا. لا يملك كاريزما، لا يملك خطاب، لا يملك حتى الكاريزما ممكن تستخدم ضدك. إذا أنت الكاريزما تبعك بتقود الناس نحو الدمار مثل ما عمل حسن نصر الله. أوكي. إسرائيل إذا بدها إياك تروح على الدمار تستفيد من الكاريزما تبعتك. لهيك القضية هي مشان نطلع من الشعارات والهبل اللي كنا عايشينه على مدى عقود من عمرنا. وأنا واحد من الناس اللي كنت بفكر أنه ما في غير قتال وما في غير الكلاشينكوف وما في غير لحتى بلشنا نستوعب الأمور أنه في شيء تاني لازم يصير. لهيك إسرائيل قد تكون مستفيدة من نعيم قاسم وقد تكون غير مستفيدة وتريد قتله، أو قد تكون لا تريد أي شيء منه. ما بعرف، ما بدها يصير تشتت بالفصائل. ما بعرف أنا بصراحة لا أعرف. يمكن هن هلأ بيقولوا لك شو أنت بتفهم بعقلية المخابرات. ما بفهم بعقلية المخابرات الإسرائيلية. هن بيدعوا أنه بيفهموا، وهن كانوا دايما يلجأوا للمراجع الإسرائيلية لا يحكوا عنها.
طب برأيك هلأ لو فرضا إسرائيل قررت تنسحب أو صارت أي تسوية أنها تنسحب من الأراضي الجنوب أو البلدات المحتلة، هل تسقط ورقة توت عن حزب الله وينسحب كليا ويسلم سلاحه إلى الدولة؟ حزب الله لم يقل هذه الكلمة ولا مرة بحياته. هلا لك شغلة قال بصوته هذا وسنخوض معركة كربلائية، انه ما حدا يفكر لانه هن قناعتهم العقائدية انه هن مقدمة جيش المهدي، وهن بيعتبروا انه هن فيلق بالحرس الثوري. قال نعيم قاسم بوضوح علاقة لبنان مع ايران هي من خلال الحرس الثوري. فلهيك القضية هي هون حزب الله ما رح يسلم سلاحه إلا بأوامر من الولي الفقيه أو بالقوة أو بصوت الجمهورية الإيرانية تبعت ولاية الفقيه. لهيك أحسن شغلة لإسرائيل لما عم تسألني عني عم عاصم، أحسن شغلة استمرارية العدائية تبعت حزب الله وعدم تسليم السلاح، لا يقولوا إنه نحن هن عم يعلنوا ما أنا اللي عم بعلن. لو لتسهيل أمور الدولة اللبنانية وتسهيل الانسحاب، لو طلع نعيم قاسم نحن مستعدون أن نسلم سلاحنا بالتوازي مع خروج العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. لو سمعنا هذا الحديث كان رح يروح جوزيف عون عند ترامب ويقول له عندي تعهد بهالمسألة هيدي. ساعة الضغط الأمريكي على إسرائيل إذا بالفعل بدهم هالشيء هذا بيزداد. لكن عمليا مثل ما شفنا حزب الله بكل تصرفاته عم يعطي الهدايا لإسرائيل، وإسرائيل كتير أحيان عم تعطي الهدايا لحزب الله. طب يعني برأيك دكتور إذا فشل المسار الدبلوماسي اليوم، ما هو السيناريو الأخطر والأسوأ الذي نحن أمامه؟ هل حرب أو مواجهة داخلية حول قرار من يملك قرار الحرب والسلام في لبنان؟ خلاص هيدي يعني صارت ورانا قصة المواجهة الداخلية من يملك، ما رح تصير هيدي إلا إذا حصل صدام بين الجيش، لأنه نحن هلأ ما في قوة مسلحة بوش حزب الله إلا القوى الشرعية بالداخل اللبناني. ما في قوة مسلحة إلا إذا قررت مجموعة لبنانية، جيش الرب مثلا يقرر أنه يعمل قوة مسلحة يواجه حزب الله، أو مجموعات سندية تقرر أنه تعمل هالشيء، أو القوات اللبنانية أو الكتائب، أو هذا كله من وارد. هذا بهاللحظة هيدي الشيء الوحيد هو الالتزام بمرجعية القوى الشرعية اللبنانية، وهي المفروض أنها تضيق تدريجا على حزب الله على المستوى العسكري، بالإضافة إلى التضييق اللي عم تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية والدولة اللبنانية على مصادر التمويل تبع حزب الله. وبالتالي مثل ما حكينا ثمن الصدام المباشر بهاللحظة هيدي سيكون كتير كبير. دكتور، يقال هناك بالكواليس أو حتى صارت معلنة، يعني ما عادت كتير بالكواليس، أنه في احتمالية مواجهة سنية شيعية وأكثر ما بين الدولة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع وحزب الله. هلأ لو هذا الاحتمال أو هذا السيناريو حصل، أين موقع السنة في لبنان من هذا الأمر؟ هل سيكونوا على الحياد؟ لا، ما بظن رح يكونوا على الحياد. لكن عمليا ما في أي مؤشر بهاللحظة هيدي أنه هناك تحضير على المستوى اللبناني لهيك مواجهة. ما عندنا مؤشر واضح على الأقل. يعني نحن منا ببلد قادر تعمل مجموعات سرية بدون ما حدا يعرف فيها، لأنه كل العالم تخبر بعضها. لهيك ما في، لا يوجد أي مؤشر، لا أمني لا سياسي لا اجتماعي، لا يقول أنه هناك تحضير لقوى سنية لحتى تشارك بمواجهة مع حزب الله. رئيس الجمهورية العربية السورية بيقول أنه منها واردة بالنسبة له على القصة هيدي. هذا لا يعني أنه هالشيء رح يستمر إلى أبد الآبدين، ولكن قد يحصل شيء. اللي عم يدير الدفة وعم يعمل توازنات هلا بهالمرحلة هيدي هو مصلحة سوريا بهاللحظة هيدي، اللي هي عم يدوروا على يثبتوا الاقتصاد، يثبتوا أمورهم الداخلية. ما تنسى أنه كل يومين ثلاثة في متفجرة، جماعة الأكراد حرقوا العلم السوري بعين عرب، في تفاصيل كتيرة بعد قائمة. فما فيك أنت تفوت وتزيد المشاكل تبعتك بهيك نوع من الأمور.
الضامن الثاني بالحقيقة هو تركيا، لأنه هي عمليا، خلينا نكون موضوعيين، لولا تركيا لم يتمكن أحمد الشرع من أنه يسيطر على سوريا خلال 48 ساعة أو 72 ساعة. فكمان هيدي في توازنات معينة، والمدى الاستراتيجي العسكري وربما الإداري أيضا للحكم الجديد بسوريا هو ما تنسى أنه في الأردن من جهة، في العراق من جهة تانية، وفي لبنان من هالجهة، بس في تركيا هي المدى بهالمرحلة هذه. فكمان القرار لا يبدو واردا بالنسبة لتركيا بهالموضوع بهاللحظة هذه. لكن من الشيء الواضح أنه هناك اتجاه ليصير في عملية توازن على المستوى العسكري الأمني السياسي والاقتصادي. قد يبنى أحد بوادره هي اللي حصل بمكة من يومين بين تركيا وباكستان والسعودية. نعم. طيب دكتور، بدي أختم معك بنقطة أساسية بعد كل يلي تحدثنا فيه. برأيك هل المشكلة في لبنان اليوم أن الدولة لا تريد أن تحكم، أو أنها تريد أن تحكم لكنها لا تستطيع أن تحكم بأي شيء؟ هلا المشكلة من بدك تقول دولة، بدك تقول شو هي مكونات الدولة. إذا بدك تحكي عن مجلس اللويا جارجا تبعنا اللي هو مجموعة من الطوائف متشاركة بالحكم، لا، ما بدها الدولة تحكم، لأنه الدولة هي المفروض تكون دولة يعني للناس كلها، تسوى لمصلحة الناس. وإذا سلطة القانون، المؤسسات، الكفاءة، الاقتصاد الحر والتعليم كل هالأمور هذه أصبحت ماشية على السكة، ما بيعود في دور والقضاء بالتأكيد أول شيء. أوكي، السلطات ذات الطابع من هالنوع هذا اللي هي إنها ماشية بدون أي إعاقة، ساعتها الدولة هيدا هي مكونات الدولة، هيدي هي الدولة. ساعتها ما بيعود في دور للزعامات اللي بنت حالها على فساد الدولة. أنا بالسابق في البرلمان اللبناني الدكتور مصطفى علوش، أنا بشكرك لوقتك، بشكرك لاستضافتك وللوقت الرائع معك. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. إذن أشكركم مشاهدينا الكرام، وألقاكم في حلقة جديدة.